ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كب كيك الشوكولاته بابسط طريقه وباضافه واحده بس في المكونات. هتحولوا الكيك فاخر جدا شبه الكيكات كده اللي احنا بنشتريها من بره، هش جدا وقطني. نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ايه النهارده. معايا بوله فيها 3 بيضات، ومعايا الفانيليا، معايا كوبايه وربع من السكر. كميه السكر هنا مظبوطه جدا، متقلقيش منها. هنا مع كوبايه وربع من السكر، معايا معلقه كبيره من الخل. هضرب المكونات دي مع بعضها لغايه ما لونها يفتح ويهيش. تقدري طبعا في الوصفه دي تستخدمي مضرب كهرباء، تقدري تستخدمي الخلاط، مفيش حاجه هتقولك لا، ما توقفيش نفسك على حاجه. اهم حاجه وانت بتضربي تفضلي تضربي لغايه ما القوام بتاعها يفتح ويهيش معاكي، لغايه ما تشوفي دلوقتي اللون بتاعها. دلوقتي اللون بتاعها فرق خالص طبعا وفتح خالص على الاخر. في الوقت ده هنزل بالزيت، معايا تلت كوب من الزيت. وهرجع اضرب تاني. لو انت بتستخدمي الخلاط ممكن تنزلي وهو شغال عادي، ممكن تنزلي بالزيت. انا هنا هضرب، وبعد كده معايا بقى المواد الجافه. هنزل هنا معايا المواد الجافه عباره عن ايه؟ كوبايه ونص من الدقيق. مواد الجافه كوبايه ونص من الدقيق، عليهم ايه بقى؟ معلقه كبيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكنج صودا. والبيكنج صودا هنا تقدر مش هنستغنى عنها، لا لا، هي مهمه في الوصفه لانها بتخلي الكيك هش جدا معانا. نص معلقه صغيره بيكنج صودا. ولو اول مره تتابعيني ما تنسيش تضغطي لايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله مننا. انا في الاول بس بقلب كده عشان بس ايه الدقيق ما يعملش على وشي، وبعد كده بضرب. معايا نص كوب كاكاو خام. هنا في الوصفة اهم حاجة نوع الكاكاو يكون نضيف، كاكاو خام اسباني من الحاجات النضيفة برضو. هنا هنزل بنص كوباية من الدقيق، من الكاكاو سوري، نص كوباية من الكاكاو. يبقى انا المواد الجافة عبارة عن ايه؟ كوباية ونص دقيق، نص كوباية كاكاو، معاهم معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج صودا. هنا طبعا هتحسي ان القوام بتاعك تقيل جدا، متقلقيش. تعالي بقى عشان نبص التركية اللي هتخلي القوام ده ممتاز معاكي. معايا هنا كوباية لبن، هضيف معاها معلقتين من الزبدة وارفعهم على النار لغاية ما يغلوا خالص. كده خلاص بعد ما غليهم هضيفهم بقى على الخليط. هي دي التركة اللي هتفرق في طعم وهشاشة الكب كيك بتاعك، بجد هتخليه قطني وتحفة. قلبي بقى. في الاول طبعا هتحسي ان الموضوع صعب كده وانت بتقلبي، لا ما تقلقيش خالص، قلبي لغايه ما المكونات تمتزج مع بعضها خالص. هتشوفي دلوقتي بعد ما يختلط لونه هيبقى عامل ازاي. كده وصلنا للقوام بتاعنا المظبوط. في الوقت ده طبعا تكون محضره صينيه الكب كيك بتاعك وحاطه فيها ورق الكب كيك اللي هنستخدمه. والورق موجود طبعا عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، متوفر عموما في اي مكان دلوقتي. تقدري بقى تحطي بمعلقه باي حاجه متوفره عندك. انا هنا هستخدم كيس حلواني، يعني بيخلي الحاجه نظيفه معاكي وما بيوقعش. انا هنا هفضي الخليط بتاعي. وطبعا ما تمليش الكب كيك للاخر، لا، تلتين وتسيبي تلت عشان بس هو بيعلى معانا. لو الوصفه عجبتك ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعيل الجرس. واتمنى اوصلكم مننا كل جديد باذن الله. اتمنى اشوفكم دايما على خير. هنا طبعا الكب كيك بعد ما قطعناه من جوه شكله تحفه تحفه جدا. تسلموا.